رب بطلنا الأختين منذ طفولتهما، حيث أصبحت إحداهما زهرة عسكرية باردة، بينما تحولت الأخرى إلى فتاة جامعية لطيفة وهادئة. وافق الشاب على الاعتناء بهما لمدة 5 سنوات بدافع الامتنان، ولم يتبقى الآن سوى 5 أيام فقط قبل أن يختفي من حياتهما إلى الأبد. وفي تلك اللحظة اندفعت لينكانين نحوه وصفعته بقوة هائلة جعلت جسده يرتطم بالحائط بعنف. صرخت الفتاة بغضب وهي تتهمه بمحاولة طرد الأخيان من المنزل أثناء غيابها مع أختها، وتساءلت كيف يجرؤ على فعل شيء قد يتسبب له بالأذى. ابتلع بطلنا طعم الدم الذي ملأ حلقه، ثم رفع نظره نحو لينو الجالسة بجانب السرير، وأخبرها بهدوء أنه لم يطرد أحدا، بل إن كانانين هو من غادر بنفسه. كما تساءل لماذا تتصرف بعنف تجاه زوج أختها، محذرا إياها من أن أختها قد تغضب منها. أسرعت لينو فورا إلى جانب السرير محاولة إظهار ولائها الكامل للأخيان، وأكدت له أن الرجل الوحيد الذي تحبه أختها هو، بينما وصفت بطلنا بأنه مجرد خادم تركته لهما والدتهما. نظر بطلنا إلى لينيا لكنه لم يسمع منها أي كلمة، ومع ذلك كانت ملامحها الباردة والجميلة تكشف الغضب المختبئ في داخلها. ابتسم الشاب بسخرية مريرة، فقد كان يعلم منذ اليوم الأول الذي دخل فيه إلى عائلة لين أن لينيانو تحب زيانو وحده. في الماضي غادر زيانو إلى الخارج لتنفيذ مهمة خطيرة، ثم اختفى دون أن يترك خلفه أي أثر. ورغم ذلك ظلت لينيانو تنتظره لمدة 3 سنوات كاملة دون أن تتخلى عن أملها بعودته. بعدها أحضرته والدة عائلة لين إلى المنزل، ومنذ ذلك الوقت كرس حياته بالكامل لخدمة الأختين. لم يكتفي فقط بتربية لين كانين حتى بلغت 18، بل ساعد أيضا لينيانو على تجاوز ظلال رحيل زيانو، بينما كان يواصل الترقي حتى وصل إلى منصب ملازم. وخلال السنة الرابعة من وجوده داخل العائلة اعترفت لينو بحبها له، فأقام حفل زفاف بسيط، لكن رغم ذلك لم يسجل زواجهما رسميا حتى الآن. وفي كل مرة كان يفتح هذا الموضوع كانت لينيانو ترد عليه بنفاذ صبر، مدعية أن التقرير لم يحصل على الموافقة بعد، بينما كان يعلم في قرارة نفسه أنها لم تقدم طلب الزواج أصلا. وعندما تمت الموافقة على طلبه أخيرا ثملت لينيانو تماما واحتضنته وهي تعتذر له باكية، بينما قضت الليل بأكملها وهي تبكي باسم زوانسو. لكن ذكرياته توقفت فجأة عندما قاطعته لينيانو، محذرة إياه من الاقتراب من لين كانين مرة أخرى. أخبرته أنه طالما يلتزم بحدوده فسيظل فردا ضمن عائلة الملازم، لكنها أكدت أن حياته لا تساوي شيئا إن تعرض الأخيان للأذى. كما سخرت لين منه بازدراء، مؤكدة أن حياته بلا قيمة وأن لا أحد قد يهتم بخسارته. ورغم تلك الكلمات القاسية لم يظهر بطلنا أي تأثر. أما لينيانو فشعرت بضيق شديد في صدرها، ثم أمرته بالعودة إلى المنزل وإخلاء غرفة النوم الرئيسية. أعلنت لينيانو أن زوانسو سيقيم في المنزل حتى يتعافى بالكامل بعد خروجه من المستشفى، وأخبرته أنه لا يملك حق الاعتراض. كما حذرته من الاعتقاد بأن إقامة حفل زفاف بسيط تعني أنه أصبح سيد عائلة لين، مؤكدة أن المنزل يعود لأختها وحدها. كان لدى لينيانو سكنا خاص داخل المعسكر، بينما كان منزل عائلة لين القديم يحتوي فقط على غرفتين ومستودع حطب صغير. ومع ذلك قررت الأختان منح الغرفة الرئيسية لزوانسو. خفض بطلنا رأسه بهدوء وأخبرهما أن بإمكانه الانتقال إلى مستودع الحطب، مؤكدا أن مكان إقامته لا يهمه أبدا، خاصة أنه لن يبقى سوى 5 أيام فقط. صرخت لينو بغضب من خلفه متسائلة عن معنى كلامه، ثم حذرته من القيام بأي خدعة لإزعاج الأخيان، مهددة بسحب طلب الزواج إن فعل ذلك. وعندما رأت ظهره ينحني قليلا أطلقت ضحكة ساخرة وأكدت أن بطلنا مغرم بها بجنون، وأنه لن يستطيع أبدا التخلي عنها الآن بعد أن اقترب تسجيل زواجهما رسميا. في صباح اليوم التالي وقبل شروق الشمس بدأت لينانو بطرق الباب بعنف، وهي تطلب من بطلنا الاستيقاظ سريعا لتحضير الطعام، موضحة أن الأخيان ضعيف ويحتاج إلى حساء دجاج مغذٍ. خرج الشاب من مستودع الحطب، وعندما رأت لينو أن المكان لا يحتوي سوى على بطانية واحدة سخرت منه واتهمته بمحاولة التظاهر بالفقر حتى يكسب شفقة أختها. كما أكدت له أنه مهما حاول فلن يساوي شعرة واحدة من الأخيان. نظر إليها
إليها ببرود وأخبرها أن من الأفضل أن يصبح زويانسو زوج أختها بدلا منها. اشتعل غضب لينو فورا واتهمته بالتفاخر بزواجه من أختها، ثم توعدته بأنها ستطلب من أختها تطليقه فور عودة زويانو، لكن بطلنا رد بهدوء بأنه لا يمكن أن يتمنى شيئا أفضل من ذلك قبل أن يدخل المطبخ دون أن يلتفت خلفه. أدرك الشاب أن 4 أيام فقط ما زالت تفصله عن الرحيل، ولذلك قرر تحمل كل شيء بصمت مهما بلغ غضبه. وعند الظهيرة عادت لينيانو إلى المنزل برفقة زوانسو، بينما كانت الأختان تساعدانه بعناية على النزول من السيارة. توقفت لينيانو للحظة عندما مرت بجانب بطلنا وسألته إن كان الطعام قد أصبح جاهزا، لكن لينكانين سارعت للإجابة بدلا عنه، مؤكدة أنها أعدت كل الأطباق التي يحبها الأخيان بالإضافة إلى حساء الدجاج المقوي. أظهرت لينيانو تعبيرا مليئا بالرضا بينما جلس زوانسو بسعادة وأمسك يدها فوق الطاولة. أخذت الأختان تخدمانه بعناية واهتمام، في حين اكتفى بطلنا بتناول طعامه بصمت. وفجأة سقطت قطعة جزر داخل طبقه. نظر إليه زوانسو بامتنان وشكره على إعداد الطعام، ثم أخبره أنه سيعتمد عليه في الاعتناء به خلال الفترة القادمة. سأله بطلنا ببرود عن معنى كلامه، لتجيبه لينيانو بأن زوانسو يعاني من مشاكل في الحركة حاليا، وأن المطلوب منه فقط مساعدته في الطهي وتغيير الضمادات. لكن الشاب عبس مستنكرا وتساءل إن كانوا يعتبرونه خادما. غضبت لينيانو فورا وأخبرته أنه لولا أن والدتها أحضرته إلى المنزل في الماضي لما عرف حتى أين كان سيباع به. أغلقت لين كانين فمها على مضض بينما التفتت لينو نحوه وأكدت أنها لا تطلب منه بل تخبره فقط بما يجب عليه فعله. أما زوانسو فحاول التظاهر باللطف وأخبرهم أنه قادر على الاعتناء بنفسه، لكن لينيانو أصرت على أن بطلنا يملك خبرة كبيرة في خدمة الآخرين ولا داعي لأن يشعر بالحرج، ثم أمرته بإحضار وعاء من الحساء لزوانسو. دخل بطلنا إلى المطبخ وعاد بعد لحظات وهو يحمل وعاء الحساء الساخن. مد زوانسو يده لتلقيه وهو يشكره بلطف، لكن فجأة أطلق صرخة عالية بعدما تناثر الحساء الساخن فوق يده. بدأ زوانسو يتظاهر بالصدمة متسائلا عما فعله ليستحق أن يسكب الحساء عليه بتلك الطريقة. أسرعت الأختان فورا نحوه وبدأتا تفحصان آثار الاحمرار على يده بقلق شديد، بينما أخذ زويانو يتظاهر بالخوف مدعيا أن المرة القادمة قد تكون سما بدل الحساء الساخن. اشتعل غضب الأختين بشكل مرعب، بينما لم يجد بطلنا في الأمر سوى سخرية مثيرة للشفقة، ولم يحاول حتى تبرير نفسه لأنه كان يعلم جيدا أن أي كلمة يقولها لن تجعل الأختين تصدقانه، ففي قلبيهما لم يكن هناك سوى شخص واحد فقط يحبانه منذ البداية وحتى النهاية. صرخت لينو بغضب وهي تتهمه بالنظر إلى يانسو بعدائية ومحاولة إيذائه باستمرار، ثم هددت بإرساله إلى مركز الشرطة ووصمته بالشخص الحقير. أما لينيانو فأعلنت أنها لم تتخيل أبدا أن الغيرة قد تدفعه لفعل شيء دنيء كهذا، معترفة بأنها أخطأت في تقدير شخصيته. ورغم الألم الحاد الذي كان يمزق ساقيه، رفع بطلنا رأسه بعناد وحدق مباشرة في عينيها دون خوف. رفعت لين كانين قدمها فجأة وركلت ركبة بطلنا بقوة وهي تصرخ بغضب، مؤكدة أنها لن تسامحه أبدا إذا حدث أي مكروه ليانسو. ارتطمت ركبتا الشاب بشظايا الخزف المتناثرة على الأرض، وفي اللحظة التالية أغلق الباب بعنف بينما انهار جسده الضعيف على الأرض غير قادر على التماسك. تسلل إلى أنفه ذلك العطر الحاد للمطهرات، وعندما فتح عينيه رأى البياض يملأ المكان من حوله. أدرك أنه داخل المستشفى، بينما كان أحدهم يهمس بأن حالته كانت خطيرة للغاية بسبب فقدانه كمية كبيرة من الدم، وأنه لو وصل متأخرا ساعة واحدة فقط لفارق الحياة. بقي عقل بطلنا فارغا للحظات، ثم تساءل عمن أحضره إلى هنا، وفي تلك اللحظة سمع صوت لينين الساخر يأتي من عند الباب، مؤكدة أنه لا يوجد غير أختها قد تفعل ذلك. رفع الشاب نظره ليرى لينو وتشينزوان يقفان عند المدخل، بينما سارعت لين كانين لاختلاق عذر والهروب من المكان. نظر إليهم بطلنا بعدم فهم، لكن لينو بادرت فورا باتهامه بأنه مستعد حتى لتزييف موته فقط كي لا يعترف بخطئه. قطب الشاب حاجبيه وأدار رأسه بعيدا متجنبا يدها، ثم أخبرها أنه لا يعلم عمن تتحدث. لكن لينو أكدت بغضب أن الغرفة بأكملها كانت ستغرق بدمائه، وأن يانسو ارتعب بشدة حتى كادت ساقاه تخونانه من الخوف، كما أنها أوضحت أن يانسو لم يخبرها عن الذعر
واليأس اللذين شعر بهما عندما رأى بطلنا ممددا بلا حراك. عندها فقط استوعب بطلنا ما حدث، لكنه سحب يده بصمت دون أن يقول شيئا. أعلنت لين يانو بعدها أنه بمجرد خروجه من المستشفى في اليوم التالي فسوف ينتقل للعيش معها داخل مبنى الحامية العسكرية حتى لا يرى يانسو مجددا ولا يفكر بأي تصرف متهور آخر. لكن بطلنا رفض بهدوء وأخبرها أنه لا يريد إزعاجها، ثم طلب منها أن تخبر زويانغو أن يتحمل 3 أيام إضافية فقط وألا يأتي أحد للبحث عنه بعدها. توقفت لين يانو بدهشة وسألته كيف يعرف أن طلب زواجهما سيوافق عليه بعد 3 أيام بالضبط. وفي النهاية أعيد بطلنا إلى شقة الحامية العسكرية، وما إن وقعت عيناه على صورة تجمع لين كانيوي وزو حتى شعر بالدوار للحظة. لاحظت لين يوي نظرته فاقتربت منه بسرعة، وحين رأت الصورة عقدت حاجبيها قليلا ثم سحبتها وأخفتها داخل درج مقفل وكأنها تحاول إخفاء شيء مهم. أما بطلنا فلم يعلق بشيء واكتفى بالقول إنه سينام في غرفة الضيوف. لكن لين يانو استغربت وسألته أي غرفة ضيوف يقصد، مؤكدة أن سرير غرفتها كبير بما يكفي لهما معا. إلا أن الشاب ذكرها بهدوء أن زوانسو قد عاد وأن الأمر لم يعد مناسبا. اشتعل غضب لين يانو فورا وطلبت منه أن يكون أكثر عقلانية، ثم صاحت به متسائلة لماذا يذكر اسم يانسو في كل حديث قبل أن تحذره من جعلها تندم على الزواج منه. أغلق بطلنا فمه بصمت وجلس على الأريكة دون اعتراض. وفي تلك اللحظة تذكرت لين كانيوي اليوم الذي حملته فيه إلى المستشفى، تذكرت ركبتيه المليئتين بشظايا الخزف وجرحه النازف في معصمه، وشعرت بوخز مؤلم يخترق قلبها. تذكرت كذلك أن بطلنا دخل عائلة لين وهو مجرد فتى في 16 من عمره، وأنه أمضى السنوات ال5 الماضية يعمل بصمت دون أي شكوى، وبدأت تتساءل في داخلها إن كانت قد أهملته كثيرا حتى أصبح يشعر بكل تلك الغيرة من زويانو. تنهدت الفتاة ثم جلست بجانبه وأخبرته أنها ولين كانين تعاملان يانسو بلطف لأنه خاطر بحياته قبل عدة أشهر لإنقاذهما من حريق ضخم. وأضافت أن الإنسان يجب أن يكون ممتنا لمن ينقذه، ولهذا فمن المفترض به باعتباره فردا من العائلة أن يعامل يانسو باحترام أكبر. اهتزت عينا بطلنا بعنف فور سماعه تلك الكلمات، وعادت إلى ذاكرته مشاهد الحريق من جديد. في ذلك اليوم كانت لينو في إجازة وأخذت لين كانين إلى الفندق لاستقبال زويانو بعد عودته، لكن فجأة اشتعلت النيران داخل المطبخ وتحول المكان بالكامل إلى جحيم حاصر الثلاثة داخل القاعة الخاصة. وعندما وصل بطلنا إلى هناك كانت ألسنة اللهب ترتفع حتى السماء، بينما لم يتمكن رجال الإطفاء سوى من إنقاذ زويانو فقط. أما لينو ولين فظلتا عالقتين وسط النيران على وشك الموت. دون تردد سكب الشاب دلوا كاملا من الماء المثلج فوق رأسه ثم اندفع مباشرة إلى قلب الحريق، وبصعوبة شديدة تمكن من سحب الفتاتين الفاقدتين للوعي إلى الخارج، بينما تعرض ظهره لإصابات خطيرة كما تسبب استنشاقه لكميات هائلة من الدخان. في دخوله بغيبوبة استمرت 3 أيام و3 ليال كاملة داخل المستشفى، لكن عندما عاد إلى المنزل لاحقا اكتشف أن لين يانو ولين كانين لا تتذكران إطلاقا أنه الشخص الذي أنقذهما، بل كانتا تشكران زوانسو وحده على إنقاذهما. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ استخدم زويانو بعض الحيل واستدعى عددا من الصحفيين لإجراء مقابلات معه حول مشاعره بعد عملية الإنقاذ. وبسبب ذلك أصبحت لين يانو ولين كانين مقتنعتين أكثر من أي وقت مضى بأن بطلنا مجرد رجل ماكر وعديم الضمير. عندها فقط أدرك الشاب حقيقة مؤلمة، وهي أنه مهما فعل من أجلهما فلن تتذكرا تضحياته أبدا، ولن تشعرا نحوه بأي حب ولو بالقليل. ولهذا بدأ يتساءل داخل نفسه عن جدوى الاستمرار في هذا الإذلال المستمر، ففي النهاية لقد أنقذهما فقط بسبب العقد الذي يربطه بالعائلة. وبينما كان غارقا في أفكاره أمسكت لين يانو يده فجأة وقالت له إنهما بعد يومين عندما يحصلان على شهادة الزواج سيذهبان لالتقاط صورة زفاف رسمية. كما ذكرته بأنه كان يحب البدلات الأنيقة كثيرا في الماضي، ووعدته بأنها ستأخذه لاختيار الملابس بنفسها. راقب
بطلنا تصرفاتها الحميمية بصمت، لكنه لم يشعر سوى بالاشمئزاز. أخبرها ببرود أن بإمكانها فعل ما تشاء، لكنه لن يظهر داخل استوديو التصوير بعد يومين. وخارج الغرفة العائلية مرت ظل زويانسو بسرعة بينما كانت عيناه تشتعلان بحقد وأنانية مرعبة. اتجه الرجل مباشرة إلى مركز الشرطة، وهناك قدم طلبا رسميا لشراء حمض الكوبريتيك. وعندما حصل على تلك الزجاجة الصغيرة المليئة بالسائل عديم اللون، ارتسمت على وجهه ابتسامة شريرة، وهو يتمتم بأنه يريد رؤية كيف سيغوي لوتشينزو الآخرين بعد أن يشوه وجهه بالكامل. وفي تلك اللحظة لاحظ الشرطي المسؤول المرأة الواقفة هناك، فوقف بسرعة وأدت التحية باحترام. وأوضح الشرطي أن الشخص المذكور هو فرد عائلة الملازم لينيانو من المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية، الرفيق زوانسو. لكن أحد زملائه ضربه بمرفقه فورا وطلب منه التوقف عن قول الهراء، مؤكدا أن فرد عائلة الملازم لين الحقيقي هو الرفيق لوتشينزو. تجمدت المرأة في مكانها فور سماع الاسم، ثم طلبت رؤية الملف بنفسها إن لم يكن الأمر كذبا. وبعد لحظات وضع أمامها ملف ورقي بني اللون. أمسكت المرأة بالأوراق بقوة وأخذت تبحث بعينيها عن صورة بطلنا مرارا وتكرارا، حتى لم تعد قادرة على إخفاء مشاعرها. وفي النهاية أسرعت عائدة إلى المكتب وأجرت اتصالا هاتفيا عاجلا. طلبت التواصل مع مكتب الأمن الوطني، وبمجرد أن جاءها الرد من مدير المكتب أخبرها الرجل بلهجة جادة أن هناك أخبارا جديدة تتعلق بالجاسوس. كانت يد المرأة ترتجف بشدة من شدة الانفعال وهي تقول: بعد كل هذه السنوات وجدنا أخيرا لوتشينزو. أما الرجل الموجود على الطرف الآخر من الهاتف فقد اختلطت مشاعر الصدمة والفرح في صوته، وهو يسألها مجددا إن كانت متأكدة أن ذلك الشاب هو ابنه حقا. حدقت المرأة في الصورة الموجودة داخل الملف، وأكدت بثقة أنها لن تنسى وجهه طوال حياتها. امتلأ صوت لوكنسان بالمشاعر وهو يقول إن السماء لا تخيب أمل من يصبر. ثم كشف أنه قبل سنوات طويلة تعرضت قرية عائلة لو لفيضانات مدمرة جرفت زوجته وابنه بعيدا، وأنه أمضى 10 سنوات كاملة يبحث عنهما بلا توقف حتى حصل أخيرا على نتيجة. وأعلن الرجل فورا أنه سيتوجه بنفسه لمقابلتها حتى يعيدا لوتشينزو إلى المنزل معه. بعد حصول لينو على إجازة أعادت بطلنا إلى المنزل، وما إن دخل حتى رأى غرفة المعيشة في حالة فوضى شديدة، حيث كانت القمامة متناثرة في كل زاوية من المكان. في تلك الأثناء كانت لينيانو قد استيقظت متأخرة، وعندما رأت بطلنا بدأت بتوبيخه بلا أي مجاملة، مطالبة إياه بالإسراع في تنظيف المنزل لأنه أصبح مقززا للغاية. استدار الشاب بهدوء متجها لإحضار المكنسة، لكن لينيانو أوقفته فجأة وأخبرته أن من تسبب بهذه الفوضى عليه تنظيفها بنفسه. نظرت لين كانين إلى أختها بعدم تصديق، لكنها عندما أدركت أنها لا تمزح أمسكت المكنسة على مضض وبدأت بالتنظيف، وهي تتمتم بأن هذه الفوضى ليست من صنعها أصلا. سمع بطلنا كلماتها لكنه لم يهتم، بل أخبر لينيانو بأنه سيصعد إلى الطابق العلوي ليأخذ شيئا مهما. في ذلك اليوم كان قد أخرج من غرفة النوم الأشياء اليومية فقط، بينما أخفى أغراضه الأهم داخل الخزنة الموجودة أسفل السرير. لكن عندما فتح القفل السري اختفى خاتم اليشم الذي كان يحتفظ به هناك. تغيرت ملامح بطلنا فورا وبدأ يبحث بجنون في أرجاء الغرفة، خائفا من أن يكون قد وضعه في مكان آخر ونسيه. وفجأة جاءه صوت من خارج الباب يسأله بسخرية إن كان يبحث عن هذا الشيء. استدار الشاب بسرعة ليرى زوانسو مستندا إلى إطار الباب بينما كان يرفع إصبعه الطويل وفيه خاتم اليشم الأخضر اللامع. اهتز قلب بطلنا بعنف وصرخ فورا مؤكدا أن ذلك الخاتم يخصه، لكن زويانو ابتسم بسخرية وقال إن الخاتم لا يحمل اسم صاحبه، وإنما يجده يصبح ملكه. بدأ صوت بطلنا يرتجف من شدة القلق، ثم أخبره بأنه يستطيع طلب أي شيء يريده مقابل إعادة الخاتم. ابتسم زوانسو بخبث وأعلن شرطه الوحيد، وهو أن يترك لينيانو له ثم يرحل من منزل عائلة لين وألا يظهر أمامها مجددا. وافق بطلنا على كل شيء دون تردد، متوسلا إليه أن يعيد الخاتم فورا. ضحك زوانسو فجأة وأخبره أنه كان يمزح فقط، ثم مد يده وكأنه سيعيد الخاتم، لكن في اللحظة التالية سقط الخاتم الأخضر من بين أصابعه نحو الأرض. تجمدت ملامح بطلنا للحظة،
ثم انفجر غضبه بالكامل. رفع يده وصفع زويان بقوة هائلة أطاحت به أرضا. سقط زوانسو وهو ينظر إليه بصدمة غير مصدق أنه تجرأ على ضربه، لكن بطلنا أمسكه من عنقه وصفعه مرة أخرى بعنف أكبر. بصق زوانسو الدم وبدأ بالبكاء بخوف، وفي تلك اللحظة اندفعت لينيانو نحوه بقلق شديد وهي تسأل إن كان بخير. تظاهر زوانسو بالضعف وأخبرها أنه كان يمزح فقط مع بطلنا، لكن الأخير فشل في التقاط الخاتم وأفرغ غضبه فيه، ثم ادعى بخوف أنه إذا تشوه وجهه فلن يستطيع العيش بعد الآن. اندفعت لينكانين نحو بطلنا وركلته بقوة مرتين، ثم التقطت خاتم اليشم الذي امتلأ بالتشققات. صرخت الفتاة بغضب وهي تتساءل كيف يمكنه ضرب الأخ يانسو بسبب شيء تافه كهذا، ثم بدأت تشك بأن الخاتم هدية من إحدى عشيقاته. أما لينو فقد شحب وجهها فورا وأمسكت بالخاتم، ثم اقتربت من بطلنا وهي تطالبه بأن يخبرها ما الذي أعطاه ذلك الخاتم. وضع الشاب يده فوق صدره وهو يشعر بألم حاد يمزق قلبه، ثم ابتلع الدم في فمه وابتسم ابتسامة باردة قبل أن يخبرهم أنهم لا يستحقون معرفة اسم صاحبة الخاتم. اشتعل غضب لينكن أكثر واتهمته بإخفاء امرأة أخرى خلف ظهر أختها، ثم هددت بقتله إن كان ذلك صحيحا. ظهرت على وجه لينو علامات غضب ممزوجة بألم خفي، ثم سألته مرة أخرى عمن أعطاه الخاتم. أغلق بطلنا عينيه للحظة وعادت إلى ذاكرته يد والدته الدافئة وهي تربت عليه بحنان، بينما كانت تخبره أن لو تشينزو يجب أن يتزوج فتاة طيبة ويعيش سعيدا إلى الأبد حتى تطمئن والدته عليه. تسللت دمعة من عينه بينما تمتم بصوت منخفض بأن صاحبة الخاتم لم تعد مهمة بعد الآن. لكن في اللحظة التالية أمسكت لينيانو بالخاتم وألقته من النافذة بلا تردد. شعر بطلنا وكأنه يرى الخاتم يتحطم إلى قطع صغيرة أمام عينيه. نهض بصعوبة وركض نحو النافذة وهو يصرخ بانهيار كامل، بينما تجمدت لينيانو ولينكانين في مكانهما بعدما أدركتا أخيرا مدى أهمية ذلك الخاتم بالنسبة له. امتلأت عينا لينيانو بالندم ومدت يدها نحوه محاولة لمسه، لكن بطلنا دفعها بعنف وهو يصرخ طالبا منها ألا تلمسه. كانت تلك أول مرة يرفض فيها لمسها بهذه الطريقة، مما جعل قلبها يمتلئ بالألم والحزن. اعتذرت له بصوت مرتجف واعترفت بأنها تصرفت باندفاع، لكن عيني بطلنا بقيتا فارغتين تماما وهو يخبرها ببرود أنه لم يتبقى سوى يوم واحد فقط. أضاءت عينا لينو فورا وظنت أن ما يزال هناك أمل، فأسرعت تؤكد له أنه بعد يوم واحد فقط سيصبحان زوجين رسمية. لكن بطلنا ضغط على صدره المتألم وقال بصوت يقطر بالكراهية والدم: أنا أكرهك يا لينو ولن أتزوجك أبدا. تغير لون وجه لينو بالكامل وبدأت تذكره بأن طلب الزواج قد تم تقديمه بالفعل وأنه لا يمكنه قول هذا الكلام لمجرد غضبه. لكن الشاب تمسك ببطنه وخرج مترنحا وهو يعلن ببرود أنه سيتوجه فورا إلى قسم التنظيم لإلغاء طلب الزواج. عندما رأت لينكانين حالته المنهارة للمرة الأولى لم تجرؤ حتى على إيقافه. أما لينيانو فقد احمرت عيناها وأمسكت به متوسلة أن يتوقف، ثم سألته إن كان حقا مستعدا لإلغاء الزفاف دون حتى أن ينظر إليها. أجابها بطلنا بكلمة واحدة فقط: نعم. اشتدت قبضة لينو على ذراعه وهي تسأله لماذا يفعل ذلك، خاصة أنها اعتذرت عن رمي خاتم والدته دون قصد. ضحك الشاب بسخرية مريرة وذكرها بالكلمات التي قالتها له بنفسها سابقا: إذا كانت الاعتذارات تحل كل شيء فلماذا يوجد رجال الشرطة؟ ثم بدأ يستعيد ذكرى قديمة مؤلمة عندما اتهمه زوانسو بسرقة بروش خاص به. في ذلك الوقت أجبره رئيس الأمن على غسل ملابس الآخرين وكسب المال لتعويض قيمة البروش. وخلال الشتاء القارس ظلت يداه مغمورتين بالماء المثلج من الصباح حتى الليل، حتى تورمت أصابعه وأصبحت أكبر من الفجل. وعندما لم يعد قادرا على التحمل توسل إلى لينيانو وهو مستعد للاعتراف بأي خطأ والاعتذار فقط كي تنقذه، لكنها نظرت إليه ببرود آنذاك ورددت الجملة نفسها: إذا كانت الاعتذارات تكفي فلماذا يوجد رجال الشرطة؟ أدرك بطلنا في تلك اللحظة أن الكلمات يمكنها أن تخترق القلب مثل السكاكين وتجعل الدم ينزف بلا توقف. صرخت لينيانو فجأة بأنها لن تسمح له بالرحيل، وبدأ الخوف من فقدانه يسيطر عليها بالكامل. ودون تردد قامت بحبسه داخل غرفة النوم وأغلقت الباب بالمفتاح.
ظل بطلنا يحاول فتح الباب عدة مرات قبل أن يبدأ بضربه بعنف، مطالبا إياه بإطلاق سراحه، لكن لينيانو أخبرته من خلف الباب أن يرتاح جيدا، وأنه عندما تصدر شهادة الزواج في الغد سيكون حرا بعدها. ثم ابتعدت الخطوات الثلاثة تدريجيا، بينما انزلق بطلنا ببطء جالسا خلف الباب المنغلق. وفي صباح اليوم التالي غادرت لينيانو إلى عملها، وذهبت لينكانين إلى المدرسة، بينما تركتا زوانسو في المنزل ليراقب بطلنا. ابتسم زوانسو بخبث وهو يخرج زجاجة حمض الكبريتيك من الخزانة، ثم أطلق ضحكة شريرة وأخبر بطلنا أن أيامه السعيدة قد انتهت. استيقظ الشاب على صوت فتح القفل، وكان ضعيفا لدرجة أنه بالكاد يستطيع الرؤية أمامه. جلس زوانسو ببطء بجانب السرير، وبدأ يتحدث بصوت مملوء بالخداع، مدعيا أن لينيانو طلبت منه الاعتناء ببطلنا جيدا. ثم أخرج الزجاج وقال بابتسامة مخيفة إن لديه دواء رائعا يشفي جميع الأمراض، وسأله إن كان يريد تجربته. كانت قطرات حمض الكبريتيك تتساقط ببطء، بينما استمرت كلمات زوانسو المسمومة بإغراء بطلنا، مؤكدا أن هذا الشراب سيشفي جراحه ويساعده على الهروب من لينيانو. فتح بطلنا عينيه ببطء ومد يده نحو الزجاجة. وفي الجهة الأخرى داخل المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية كانت لينيانو تدرب المجندين الجدد، لكن فجأة اجتاح قلبها شعور غريب ومقلق جعل جسدها يترنح للحظة قبل أن يسرع الحارس لإسنادها. شعر الملازم بالقلق الشديد عندما اجتاحها خفقان غريب ومتزايد في صدرها، لدرجة أنها لم تعد قادرة على متابعة عملها. سارعت فورا إلى تسليم مهمة التدريب لقائد الكتيبة، ثم اندفعت عائدة إلى المنزل بأقصى سرعة. وفي الوقت نفسه كان لينو يركض بلا توقف نحو البيت، وكأن شيئا خطيرا على وشك الحدوث. التقى الاثنان عند مفترق الطريق، فتساءلت أختها بدهشة عن سبب عودتها المفاجئة. أوضحت لينو أنها لم تستطع الشعور بالاطمئنان، لذلك عادت لترى لوتشينزو بنفسها. وبينما كانا يستعدان لدخول الفناء، ظهرت فجأة امرأة ترتدي زيا عسكريا أسود بالكامل قادمة من زقاق قريب. سألت المرأة إن كان لوتشينزو يعيش هناك، لتبدأ بعدها مواجهة متوترة بين الطرفين. سألتها لينو عن هويتها وما الذي تريده، فأجابت المرأة بهدوء أنها تدعى سوبانسين، وأنها خطيبة الرفيق لوتشينزو. عند سماع هذه الكلمات رفعت لينو رأسها بعنف، وتحولت نظراتها إلى ما يشبه شفرة حادة مليئة بالغضب. أكدت بصرامة أن لوتشينزو زوجها، وأن طلب زواجهما سيتم اعتماده في ذلك اليوم نفسه.